أعظم أفلام هتشوفها في حياتك. الجزء الأول. عايز فيلم يشدك لآخر لحظة فيه، اللي لما حد يجي يقولك ترشح لي فيلم إيه فأنت بدون تفكير تقول له أنا عندي فيلم ليك عمرك ما هتنساه وهيعجبك. أنا من النوع اللي مش بحب أعمل ريواتش للأفلام عامة، بس حقيقي جايب لك النهاردة شوية أفلام من حبي ليها ممكن أعمل لها ريواتش مرة واثنين وثلاثة من غير ما أزهق. متأكد إنك هتيجي تشكرني على الليستة دي، بس العفو يا سيدي مفيش حاجة، ده شغلي. فجبت لك النهارده كوكتيل كده من اللي قلبك يحبه، حاجة رعب على دراما على حاجة من اللي بتحبس الأنفاس دي، جديد على قديم. بص تحبيشة كده هتحبها، فعايزك في السريع كده اعمل لايك على الفيديو، اشتراك في قناتنا المتواضعة. جاهز؟ يلا بينا نبدأ. مبدئيا انا مش هرتب الافلام من الاحسن لان كل الافلام احسن من بعض، فعادي اول فيلم زي اخر فيلم. وعلشان كده هنبدا باول فيلم معانا بفيلم كوميدي، لاني الحقيقه من محب الافلام الكوميدي جدا. وفيلمنا النهارده فيه جاكي شان وكريس توكر، يعني مزيج كده هيفصلك ضحك. وقصة الفيلم بتدور حول تحقيق تحالف غير متوقع بين مفتش شرطة صيني ومحقق شرطة أمريكي. Do you understand the words that are coming out of my mouth? I don't want no part. وبتبدأ القصة عند اختطاف ابن السفير الصيني في مدينة لوس أنجلوس، وبيتم تكليف لي وجيمس بالتحقيق في القضية. طبعا الاتنين في الأول كان صعب إنهم يتعاونوا، ولكن بالتدريج استنتجوا إن لازم الاعتماد على بعض لحل القضية. الفيلم صدر سنة 1998 وحاصل على تقييم 7/10، واسم الفيلم رش اور 1. Please exit the building. Do not panic. Do you hear what I just said? Get the hell out of here. The bomb in the building. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي أفلام الخيال العلمي والفضاء، خاصة برضو إن الفيلم تحفة فنية وحاصل على جوائز كتير. وقصة الفيلم بتدور حول إن مستقبل البشرية بيواجه خطورة، وده بسبب إن كوكب الأرض في أزمة بيئية وبسبب نقص الموارد البشرية. وكان الحل إن بيتم تكليف فريق من رواد الفضاء بقيادة المهندس جوزيف كوبر بالبحث عن مستقبل جديد للبشرية في الفضاء الخارجي. وبيكتشف الفريق ممر فضائي بيودي الأبعاد خارجة للكون، وطبعا ده كان مؤثر على القوانين النسبية والزمن، وهتكتشف ده في نهاية الفيلم. بس يا ترى هل هينجح الفريق بأنهم ينقذوا مستقبل البشرية؟ هتعرف في الفيلم. الفيلم صدر سنة 2014 وحاصل على تقييم 8.7/10، واسم الفيلم انترستيلر. Forever. الفيلم التالي وهو فيلم هيديك نظرة مختلفة عن الحياة. الفيلم ده حقيقي هيديك جرعة تفاؤل وإنك ما تفقدش إيمانك نهائي. الفيلم بطولة سوراج شارما، وقصة الفيلم وهو شاب هندي بيعيش في بلدة بوديشيري، وبيكبر هو وأهله على الرحيل من وطنه بسبب مشاكل سياسية. وفعلا بيهرب هو وأهله في سفينة، وكان معاهم بعض الحيوانات من الحديقة بتاعت والده، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حرفيا، وبيحصل حادثة غير متوقعة وبتغرق السفينة علشان بيه يلاقي نفسه موجود لوحده على القارب نجاة ومعاه حيوانات أخرى، وكان بينهم نمر. حاجة مرعبة صح؟ تخيل إنه بيناضل علشان حياته من النمر، وفي نفس الوقت بيتعامل مع الجوع والعطش والعواصف الشديدة في البحر. هل هينجح في البقاء حي؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2012 واخد تقييم 7.9/10. اسم الفيلم Life of Pi. الفيلم التالي وهو فيلم من الافلام اللي هتجيب ايرور في دماغك. وانتقالا للافلام الكورية، تقريبا الفيلم ده صاحب اقوى بلوت تويست هتشوفه في الليستة دي، لان بجد خلاني اخد وقت عمال ما استوعب ايه ده، النهاية دي. المهم بتدور قصة الفيلم حول اخين جين سوك ويو سوك. الاخ الاكبر جين سوك انتقل لبيت جديد مع اخوه الكبير يو سوك ووالده ووالدته، وفي ليلة من الليالي بيتم خطف يوسوك عن طريق مجموعة من الأشخاص الغرباء، وبيرجع يوسوك بعد 19 يوم وهو مش فاكر أي حاجة، بس للأسف بيرجع وبيتحول لشخص غريب. تمام كده؟ ده اللي انت محتاج تعرفه عن الفيلم، بس حقيقي الفيلم غير كده خالص، فاكتشف ده بنفسك. الفيلم إنتاج سنة 2017 وتقييمه 7.4/10، واسم الفيلم Forgotten.
التاني وهو فيلم من النوع اللي بحبه وبرجحه لصحابي على طول. نروح لحاجة كلاسيكية من اللي عمرك ما هتنساها، وحقيقي يعني تصدق او ما تصدقش الفيلم ده من افضل الافلام اللي شفتها في حياتي. الفيلم بطولة جان رينو وناتالي بورتمان، وبتدور قصة الفيلم حول ليون القاتل المأجور اللي بيعيش حياة بسيطة في نيويورك، واللي حياته بتتغير فجأة لما يقابل ماتيلدا البنت الصغيرة اللي عندها 12 سنة. وللأسف ماتيلدا بتشهد على قتل عائلتها على ايد رجال العصابات، ومن هنا تحاول ماتيلدا اقناع ليون بانه يعلمها فضول القتل، وده علشان تفضل حية وتنتقم من الاشخاص اللي قتلوا عيلتها. حقيقي الفيلم درامي جدا واكتر من كونه اكشن، وده ليه هتفهم لما تشوف الفيلم. الفيلم صدر سنة 1994 وحاصل على تقييم 8.5 من 10. اسم الفيلم ليون ذا بروفيشنال. Perfect assassin. I need you to help me, Leon. I want to get those dirtbags who killed my brother. With someone to finally believe in. Bring me everyone. What do you mean everyone? الفيلم التاني وهو فيلم بيتناول قضية مهمة جدا. رجوعا للأفلام الكوري، فيلمنا النهاردة من أشهر الأفلام الكورية اللي حقق نجاح كبير على مستوى العالم، واللي بتدور قصة الفيلم حول عائلة كيم، ودي عائلة فقيرة جدا وبتعيش في حي فقير تحت ظروف صعبة جدا، واللي بتتغير حياتهم تماما لما ابن العائلة حصل على فرصة عمل كمدرس خصوصي لطفلة من عائلة غنية. وبيبدأ عائلة كيم في التلاعب والتأقلم مع أفراد العائلة الغنية أثناء تطور الأحداث. الفيلم هيديك نبذة عن فوارق الطبقات الاجتماعية ونظرتهم المختلفة للحياة والتعامل معها. حقيقي الفيلم ده يستحق المشاهدة جدا. الفيلم صدر سنة 2019 واخد تقييم 8.5 من 10. اسم الفيلم باراسايت. الفيلم التالي وهو فيلم للناس اللي بتحب افلام الرعب، لان فيلمنا النهارده حاجه كده كلاسيكيه من اللي قلبك يحبها، ومش كتير اللي هيفتكروا الفيلم ده. وبتدور قصه الفيلم حول شريط فيديو ممكن يتسبب في قتلك، لان الشريط ده بيحمل لعنه قاتله، وحسب ما يقال ان اللي بيشوف الشريط ده هيموت خلال 7 ايام. وبطلة الفيلم اللي اسمها ريتشل اللي بتشوف الشريط وبتصيبها اللعنة، وبتحاول بكل طاقتها فهم اللغز ده وحل اللعنة اللي في الشريط قبل ما يحين وقت موتها. حقيقي الفيلم قديم جدا عشان كده صدر سنة 2002، بس بيحمل نفس الإثارة حتى لو شفته أكتر من مرة. الفيلم حاصل على تقييم 7.1 من 10، واسم الفيلم ذا رينج. الفيلم التالي وهو فيلم لمحب الافلام اللي بتحبس الانفاس وبتعلي لك مستوى الادرينالين في السقف. وفيلمنا النهارده بتدور قصته حول عالم بيتعرض فيه البشر لتهديد خارق بيجبرهم على انهم يبقوا مكبلين في الاماكن المغلقه ويكونوا معصوبين العينين في كل الاوقات علشان يتجنبوا الخطر. انت متخيل؟ وفي وسط كل ده بتحاول بطلة الفيلم اللي اسمها مالوري انها تحمي اطفالها الصغار. في وسط الظروف دي الفيلم بيبرز موضوعات كتير زي الأمومة والتضحية والبقاء حي ومواجهة الخطر المجهول. تخيل عالم بتواجه فيه كل المشاعر دي. الفيلم صدر سنة 2018 واللي من إنتاج من شركة نتفليكس، وحاصل على تقييم 6.6 من 10، واسم الفيلم بيرد بوكس. Do you hear that? The creatures. الفيلم التالي وهو فيلم درامي بحت وحي من نوعية الأفلام المؤثرة جدا، وأكيد بنسبة كبيرة هتعيط في نهاية الفيلم، ويبقى افتكر كلامي كويس. فيلمنا النهاردة من الأفلام الكورية وليه خلطة كده لأنه بينوع بين الرعب والأكشن والدراما. وبتدور قصة الفيلم حول سوك وو اللي بيقرر هو وبنته انهم يسافروا عن طريق القطر، وفجأة وبدون سابق انذار ينتشر وباء غامض يحول الركاب لزومبي. ومن هنا تبدأ رحلة السرفايفر للأب وحماية بنته للظروف دي. وحقيقي الفيلم بيبرز دور التضحية والإنسانية في وسط الظروف الصعبة. الفيلم صدر سنة 2016 وواخد تقييم 7.6 من 10، واسم الفيلم
Train to Busan. كده انتهى فيديو النهارده، واكتب لي في الكومنتات ايه احسن فيلم من وجهة نظرك في الليسته دي، وهل اكمل في اني اجمع لكم لستة الافلام المفضله زي فيديو النهارده ولا لا؟ قول لي رايك في الكومنتات. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونلتقي مره اخرى في فيديو جديد ولستة جديده، وجزاكم الله كل خير. يلا مع السلامه.